علشان الاي اي يديك دايما قوه شغل حقيقيه بالنسبه ليك كماركتير ويساعدك في العصف الذهني، فانت لازم تتكلم معاه بزوايا اعلانيه محدده وتتكلم معاه ببرومت واضح وصريح. فتعال اقول لك ازاي بنقدر ان احنا نعمل البرومت ده، ونقدر ان احنا نكتب على الشات جي بي تي بشكل كويس، وعلى اي ادوات اي اي تول تانية حتى غير الشات جي بي تي يقدر يديني نفس الريزلتس بافضل نتيجه. عشان الاي اي يقدر يديك نتيجه كويسه ويقدر يديك ريزلتس على افضل حاجه تقدر توصلك للاعلان بتاعك بشكل كويس، فحضرتك لازم تتكلم بزوايا مختلفه. ازاي؟ حضرتك في عندك 3 زوايا خاصه بالخوف، و3 زوايا خاصه بالتشالنج او التحديات، 3 زوايا مختلفه خالص بالرغبات. فلما باجي بكتب دايما على سبيل المثال قلت له اكتب لي اهم 3 رغبات، فجي هو كتب لك الديزاير او كتب لك اهم الرغبات اللي موجوده للعميل بتاعك. لان انت بتفكر بالكاستمر ريسيرش، هتيجي تكتبهم. بعد ما بتكتبهم بتيجي تقول له يطلع لي بقى 6 انجل او يطلع لي 6 بوسس بزوايا مختلفه، وبتبدا تطلع من كل شيء حاجه معينه وتقدر تميكس ما بينهم. ده شغلك دايما بيبقى على الاي اي تولز، مش بيبقى بشكل صريح ومباشر زي ما اتكلمنا في اول الفيديو. على فكره هي دي استراتيجيه من ضمن 5 استراتيجيات معانا في كتابه البرومت، فلو انت مهتم تاخد الاستراتيجيات دي ممكن تكتب في الكومنت كلمه برومت وابعت لك الفايل اللي فيه ال5 استراتيجيات المتبعه لاي ماركتير بيشتغل بيهم.